مرحبا سي وين قاتي درت. مرحبا بكم في الدويرات. هيا تفضلوا. قاعد نرمم في ديار في جبل اخوهم من اماليهم على مدة معينة، ونرممهم ورجعهم صالحات للسكن. اللي خلاني نقعد هنا كان هذه بلادي، وهذا تاريخ اجدادي، وهذا فيه منفعة فهمت كبيرة ياسر. اللي باش يحط في مخه كل شيء ينجم يخلق منه مورد رزق، فهمت ولا؟ والخروج لبرا انا مش حاجة كبيرة. انا بيلي كنت متجوز باجنبية فهمت، وما خرجتش لبرا، وبرا يعني عندي تسهيلات، عندي سفرات جيب حدايا، وعندي برشا حاجات نجم نكون لبرا. لكن البلاد هذه راهي فيها الجدود راهو خلوا اللي عينه يستنبط حاجة ينجم يعيش، حتى بحاجة راه يعيش. ويلزمنا نشدوا في بلادنا، مش نخمو كان في الغرب باش نمشوا للغرب نلقوا عندهم التسهيلات. احنا بيدينا نبدلوا بلادنا فهمت، بيدينا نخلقوا منها مورد رزق. الفكرة انا من كنت صغير، راني كنت عمري 9 سنين وانا في دومان السياحة، كان جي نعمل فيزيت جيد لوكال هنا في القرية فهمت. نشوف القورة مانا تجيب دي مطلة دي بتي مطلة ويرقد في الوطا وقاعد شاد فيها كالدومان هذاك، مامتون نقرا ومامتون في الدومان هذاك فهمت. الدومان نجي معناها العشية نهار الجمعة ما نخرج، نطلع نعمل معناها فيزيت بالقورة باش نقرا انا وكل شيء. جات الفكرة هكاك بشوي بشوي، حليت ارتيزانا فهمت. بعد ما خرجت من القراية خليت انا امتي ارتيزانا، بعد عملت امتي بيفات. بعد جات الفكرة الناس تحب تاكل، عملنا ريستورون وبعد بدت الفلوس تدخل بشوية اللي نصوروا نعمل به حاجة فهمت، اللي نصوروا نعمل به حاجة فهمت. عملنا 9 بيوت وكانت الفكرة ناجحة. معناها احنا نرموا في البيوت، وما وليت انا معروف شويه، عندي صحابي تجيب قوره وتجيب كل شيء وريزرفاسيون هابط. الناس تروزرف، عملت لهم قلت لهم راني باش نعمل رامتي، جيت اتروزرف فهمت. بدينا نهار 16 جوان المرمى، كملنا النهار 4 سبتمبر راهو بدينا، ولا 5 سبتمبر شرينا الجراري حتى الجراري ما خديناش الجراري معناها هيك الرصور خدينا الجراري هيك بتاع وقت، في الوقت هذاك يعملوا 25 دينار ومخده كاس على كل شيء. واحد تجربه فهمت. بديت نتوسع، بديت اللي نصور ونخدم به، واني وصلت وما زلت نرمم وما زلت مواصل فهمت. اللي نصوره نحطه هنا، ما نخرجوش لبرا، ماهيش باش يخرج لبرا معناها باش يمشي لبلاصه اخرى في البلاد هذه فهمت. ولا الحاجه الاساسيه معناها مش ماهيش فلوس. الحاجه الاساسيه انك هنا منعت بلادك، وان توري سينيال للناس اللي بلادك راهي فيه، سواء اثار سواء فلاحه مهم الواحد يوري اللي فيها البلاد هذه، مش يتجه ديما ساعات اتجاه للدوله ولا حاجه. لازم حتى وحدك بشوي اخلط خويا. اللي عاوني ربي، وشويه اهالي معناها كي تمشي ويقول لك يا دارك فهمت خويا، ويديك وساقيك ومخك وراسك هكا هو اللي يعاونك هكا فهمت. خاصيه نتاع الغار سي كالكي شوز بيان فوالا. تو بروندر دينرجي تجي لهنا مخك يرتاح، الخصوصيه نتاع مخك يرتاح. الخصوصيه الثانيه كليماتيزي شوفي ناتوريلمون فهمت. وهذه الخاصيه نتاع الغار، والغار من اعز السكنه فهمت. وممكن الغار يستغل حتى في حاجات اخرى، ان شاء الله مره جاهزين نستغلوا في حاجات اخرى. ثم ناس تحب الفخر، يمشي للفخر. اللي يحب يرجع معناها يحب يشوف حياتنا التونسيه الاصليه القديمه، يجي عندنا احنا، يجي في مثلا الدويرات ولا يمشي اللي تمام دوتر جيت ولا جينا هنا الجمعيه يشوف حاجه اخرى معناها، يشوف حاجه اخرى. شنو هي الحاجه اللي لازم نشوفها؟ يجي يشوف عيشتنا هنا كيفاش في الجبل، تو كيما غار كيما هذا فوق 1200 سنه، جربوا شنو هو فهمت. وشوف الحياه نتاعنا. انا ساعات القاوري يخرج معنا روندوني
يمشي يخرج معانا ساعات نتمشى ونلقى واحد يخرط في الزيتون، نقعدوا بحداه نعملوا كاس تاي نخرطوا الزيتون. فهمت خويا، يعيش معانا وكونتاكت بالمواطن، معناها يحب يهبط حتى يجي يهبط للبلاد لوطا يمشي لي ديريكت يحكي مع الدويري ديريكت، مع ولد المنطقة ديريكت عادي. فهمت؟ هذيك هي الخصوصية بتاعنا، هذيك هي السياحة. رسالة نحب نوصلها، نحب نقول لازمنا نفكروا في بلادنا، غير سايبونا نشقوا طريقنا وفي بلادنا وكاو.